أنا بابقى بنعيّط وإحنا بنكتب التقارير، اللي هو يا ربي والله العظيم باحبك، اللي هو أنا مش عايزة أكتب فيك حاجة وحشة أصلًا يعني، شر لابد منه اللي هو الشر لابد منه، ده شر انا لابد منه حاصل. خلاص يا جدعان خلصت، لو في بابا بيشد ففي ماما بترخي اللي هو فاهمني، فهنا بقى لأ، أنا ما فيش حد رقيب عليَّ، تمام. فأنا هاجي هاعمل كل حاجة أنا عايزاها. بنضطر نذكر الجوانب دي علشان خاطر نحط إيدينا على المشكلة، وعشان خاطر نحل، وعشان خاطر يبقى في أحسن نتيجة وأحسن نسخة من الطالب يعني. حد مثلا عنده فرط حركة مع اوتيزم، حد عنده فاهمني، فبتبقى حاجتين مع بعض داخلين في بعض، فانا كده اوريدي لازم معايا ايه، نفس اللحظة اللي بيحصل فيها الفعل أو ممكن يتنبأ بيه قبل حدوثه، فيعمل الإجراء السريع ليه. فعشان كده بيسموه شبه. أنا أوبشن هديهولك بسبب إن أنا شايفة إن الحاجات دي ممكن مع الوقت تتحسن معايا في وجود الشادو، وبعدين نستغنى عنه. يعني هنا لو اترفض في سبيل تاني او طريق تاني او فرصه تانية ان هو يتقبل فيها؟ اكيد طبعا في فرصه ان هو يتقبل. بنستخدم ادوات مونتسوري، ودي اللي انتسبت للعالمه ماريا مونتسوري. البازل، اللضم، الكروت، نقيس المهارات الادراكيه والانتباه، التركيز، العلاقات ما بين الاشياء، التمييز. انتوا بتعملوا ايه جديد عن اللي بيعمله ولي الامر في تحسين شخصيه الطالب يعني او حل مشكلاته؟ احنا بنتواصل معاه كأنا وهو اخوات صحاب كده، يعني حتى لو كانت المشكله خارج المدرسه؟ حتى لو خارج المدرسة. هو امتى بياخد فصل يعني؟ لا، احنا بنحفز وبنعاقب، بنعاقب بس العقاب بيكون باقتناع منهم. يعني انتوا بتوع مشاكل عشان بس نبقى متفقين. ابدا، انتوا بتوع واخدين مشاكل. فكرة عننا وحشة ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في حلقه جديده من البودكاست. النهارده جايين نتكلم عن الكائن الشرير. كتير بنسمع عن الكائن الشرير دوت، ويمكن بنسمعه لما نيجي ناس تتقدم في الشغل. عارف كده الاتش ار لما تيجي تقدم الوظيفه فتبص تلاقي ان الاتش ار ده واحد شرير، واحد رخم، بيرخم على الناس علشان خاطر بس يعصرهم، وفي الاخر ينزل لهم خصومات ويبهدلهم. هنا بقى جايين نتكلم عن واحد واخد نفس السمعه دي، ولكن هو مش اتش ار، هو موجود في المدارس، موجود علشان خاطر ناس فاكره انه بيرخم عليهم وواخد سمعه بالكذب. والله تعالى كده النهارده نتكلم عن الاخصائي النفسي، وده اللي هنبدا نتكلم فيه مع مس آية محجوب. إيه الاخبار يا مس آية؟ تمام الحمد لله. الله ازيك يا يسعدك، كابتن؟ اخبار السمعه اللي انتوا واخدينها عنكم ايه؟ والله احنا واضح ان سمعتنا سبقانا ما شاء الله يعني. مش ف- محتاجين نتكلم عن نفسنا. الحمد لله، ده كده كده على راي الباشمهندس. طيب مس آية، عايز اسال سؤال، هو انا ليه بعمل ادميشن؟ يعني قبل ما الطالب يجي يدخل هنا ويتقبل، فلازم علشان خاطر يتقبل لازم يعمل ادميشن، فالادميشن دوت يقول اذا كان هو مقبول او مرفوض. وانا ليه بعمل الادميشن؟ طب ما انا هقبل الطلاب وخلاص. لا، هو الادميشن ضروري طبعا، مهم. لان احنا من خلال الادميشن دوت بنقدر نعرف الطالب دوت مؤهل ان هو يخش المدرسه ولا لا، مؤهل ان هو يخش الصف او المرحله اللي هو جاي عشانها او لا، المستوى بتاعه متوسط ولا مرتفع ولا ضعيف. لا، من خلاله بنقيم حاجات كتير، بنقدر نعرف ايه من خلال الادميشن يعني. طيب ايه الادوات اللي بيتم التقييم من خلالها؟ يعني مثلا حضرتك بتقولي بتقيم، هل التقييم بيكون بشكل علمي ولا اللي هو شكله كويس، لا باين عليه ان طبعا. هو تمام الدنيا فلا لا نقبله يعني؟ روتين. اه. لا طبعا، لا بيبقى من خلال ادوات طبعا بنستخدمها، بيبقى من خلال تقييم، بنقعد معاه الادميشن كله، بيبقى فيه جزء اكاديمي وجزء سلوكي ونفسي. لا طبعا ما بيبقاش اللي هو كده وخلاص. طيب الجانب السلوكي والنفسي التقييم بتاعها بيكون ازاي؟ ايه الادوات اللي ممكن يتم استخدامها في التقييم؟ والله الجانب السلوكي والنفسي بيبقى يعني على مرحلتين او على جزئين. اول جزء بنبتدي نقعد نتناقش او زي حوار مع الطالب، زي الحاجات اللي بيحبها، المهارات اللي عنده، بيحب يشارك في ايه، بشكل عام يعني الشخصية بتاعته انطوائي اجتماعي، عنده ثقة في نفسه، عنده خجل زايد، التوتر بيأثر عليه، بيحب يشارك في الأنشطة الاجتماعية ولا لأ. كل الحاجات دي من خلال الدردشة بنحطه في موقف معين، وبنبتدي ان احنا نحطه في قصة خيالية. لو حصل معاك موقف 1 و2 و3 أثناء اليوم الدراسي، أنت رد فعلك هيبقى إيه؟ من خلال رده هو بنقدر نحدد النقاط بتاعة الشخصية بتاعته، أو التوتال بتاع الشخصية بشكل عام. الجزء الثاني من الأدميشن بيبقى معتمد على الأدوات. بنستخدم أدوات مونتسوري، ودي اللي انتسبت للعالمة ماريا مونتسوري. تمام، هي اللي ابتكرت الأدوات دي. طيب يعني بنستخدم الأدوات ديت لنقيس المهارات الإدراكية والانتباه، التركيز، العلاقات ما بين الأشياء، التمييز. كل الحاجات دي بنقدر نعرفها من خلال استخدام الادوات دي. جميل، يعني ادوات زي مثلا فكره البازل مثلا. البازل، اللضم، الكروت، حاجات كتير قوي بتبقى موجوده تحت على حسب السن، محتاجين نستخدم معاه ايه. يعني الحاجات اللي بنستخدمها مع كل سن المراحل ليه ادواته الكبيره. مختلفه. بالظبط، يعني المراحل الكبيره غير المتوسطه غير الصغيره، اكيد مختلفه، مش هنستخدم نفس الادوات مع كل المراحل. لا.
بالنسبه لفكره الادميشن، في طلاب بتترفض. طب الناس اللي هي بتبقى ريجكتد مثلا او تبقى مرفوضه، ليه بتترفض؟ هو الطالب اللي بيبقى ريجكتد ممكن يبقى تابع لسببين، مهم. ممكن يبقى اكاديمي وممكن يبقى سلوكي ونفسي. بالنسبه للاكاديمي ده لما بيبقى المستوى الاكاديمي بتاعه نازل خالص او اقل من الضعيف، او مهم. يعني خلينا نقول ضعيف. تمام. بالنسبه للجانب السلوكي والنفسي يعني على حسب، هو عنده اضطراب معين مش هيقدر يندمج مع زمايله في المرحله اللي هو داخلها. الاضطراب ده هيأثر عليه، عنده ميول عدوانيه شديده، مهم. بيتعامل مع زمايله بعدوانية ممكن تأثر عليهم زي الضرب، الاندفاعية في التعامل معاهم. لا، اضطراب معين هيخليه مش هيعرف يشارك، مش هيقدر يعني يتعامل مع زمايله أو مع التيتشرز في الكلاس بتاعه. لا، في الحالة ديت ممكن يتعمل ريجكت. يعني الرفض هنا لما يكون هو مش هيقدر ان هو يتأقلم مع بالظبط، اقرانه، يعني عارفه. بالظبط. يعني هنا مش علشان خاطر بس اللي هو انت مش هتنفع تكون موجود وهكذا، ولكن لا لان لا، انت هتتظلم، هتبقى مظلوم لو انت بالظبط. دخلت مش هتستفاد. مش هيستفيد، بالعكس هو ممكن هيضر وهيتضرر. مهم. ففي الحالة دي لا، بيبقى ريجكتد. يعني هنا لو اترفض، في سبيل تاني او طريق تاني او فرصة تانية ان هو يتقبل فيها؟ اكيد طبعا في فرصه ان هو يتقبل لو من الجانب الاكاديمي واخد كورسات تاسيس، كورسات تقويه مثلا، جه ريميديال في المدرسه قبل الدراسه ما تبدا والمستوى الاكاديمي اتحسن، اكيد في مهم. فرصه ان هو يتقبل وعمل اعاده ادميشن وجه، اوكي بيتقبل. لو تمام. من ناحيه الجانب السلوكي والنفسي، لو الاضطراب او المشكله اللي عنده بسيطه واحنا في المدرسه هنقدر نتعامل معاها من خلال جلسات ارشاديه، توجيه، تصحيح افكار، بنشتغل معاه اثناء الدراسه، لا تمام ممكن نقبله اوكي. لكن لو المشكلة كبيرة ومثلا هتأثر عليه ومش هتخليه يعرف يندمج او يبقى موجود مع زمايله، او التعامل ما بينهم يبقى كويس الى حد ما، لا في الحالة دي لا. بس ممكن لو تابع او ولي الامر اشتغل معاه على المشكلة ديت واتحلت السنة اللي وراها ممكن يجي اوكي يتقبل برضه. الحتة دي تاخدنا لنقطة تانية، نقطة ان في بعض الاطفال بتبقى محتاجين شادو. يعني ليه بيحتاج شادو، وامتى حضرتك تقولي ان هو محتاج شادو؟ طبعا احنا هنتكلم عن فكرة شادو تفصيليا مع مس ساره، بس انا عايز اعرف هو امتى يحتاج شادو. لما بيجي الطالب وبنلاحظ ان في فجوة ما بين العمر العقلي والعمر الزمني بتاعه، مهم. او بمعنى اوضح لما بيبقى العمر العقلي غير مناسب للعمر الزمني بتاعه. مهم. تمام. في الحالة دي لا، مش هيقدر يندمج او مش هيقدر ان هو يبقى موجود بشكل طبيعي مع زمايله. في الحالة دي احنا بنطلب ان يبقى موجود معاه الشادو. الشادو مهمته ايه؟ بيساعد الطالب ان هو يندمج، يتعامل معاهم بشكل كويس، يتقبل التعامل مع التيتشرز، يستجيب معاها، يقدر ان هو ياخد منها معلومات ويستفيد، بيقلل من مثلا المشكلة اللي موجودة عنده اللي هتسبب مشكلة اكبر لما يجي يتعامل مع زمايله جوه الكلاس بتاعه. مهم. لا، في الحالة دي الشادو بيقلل من الحاجات دي كلها والمشكلة بتبقى سلسة وبتقدر تتحل بشكل أسرع وأقل. هل عندك اي رسالة حابة توصليها لاولياء الامور، حابة تقوليها للاولاد؟ في رسالة حابة توصليها؟ حابة أقول لأولياء الأمور لما ابنك بيكون ريجكتد احنا بنكتب في التقرير هو ريجكتد ليه. فأنا أتمنى من ولي الأمر إن هو يهتم بالنقاط اللي ابنه كان بسببها ريجكتد ويشتغل عليها بحيث ان الولد يتحسن، لان احنا مش بنرفض وخلاص، لا احنا بنبقى في الاول وفي الاخر بيهمنا مصلحة الطالب ده. حلو جدا، شكرا جدا يا مس آية. ودلوقتي تعالوا نروح نشوف تفصيليا الجزء الخاص بالشادو، ونعرف هو ايه الشادو، ونعرف ايه الحاجات اللي هو ممكن يقدمها للطالب، وهل موضوع الشادو فعلا مخيف لولي الامر ولا لا. ولكن اكتر حد ممكن يفيدنا في موضوع الشادو وهي مس ساره حسن. مس ساره، كان عندي سؤال، هو امتى الطالب ممكن اقول ان هو محتاج شادو؟ وعايز اعرف برضه هو ايه المعنى الشائع لكلمة شادو؟ المفهوم العام او المعنى العام للشادو، او المعروف اللي هو في الكتب وكده، ان الشادو ده بيبقى شخص تابع او ملازم للطالب، بيعمل ايه، بيقوم بتوجيهه على طول، بيبقى معاه في كل مكان وفي كل حتة، بيعدل سلوكه وبيوجهه على حسب الحاجات اللي فيها قصور عند الطالب، بيدخل له المداخل اللازمة على حسب دراسته للحالة بتاعته وايه اللي ناقصه، فهو بيختار الطريقة المناسبة للطفل، وبيبقى معاه بشكل فردي على طول وملاحظة مستمرة وتقويم مستمر. عشان كده بيسمى ان هو شادو، لانه في نفس اللحظة اللي بيحصل فيها الفعل او ممكن يتنبأ بيه قبل حدوثه، فيعمل الاجراء السريع ليه، عشان كده بيسموه شادو. ده المعنى الحرفي اللي هو انا معاك زي ظلك، يعني تمام. بالظبط. فلا هو بيعمل كل حاجة، بس يعني في حالات معينة بيضطر ان هو ما يستناش حتى الفعل اللي بيعمله الطالب، تمام، بيتنبأ بيه كده او بيستشفه، فهو بيحاول يعدل من حاجات البيئة اللي حواليه والوضع العام بحيث ان السلوك ده ما يحصلش، واو. او مثلا المعلومة دي ما تتخدش بالشكل ده. مهم.
عشان طبعا هو من دراسته للحالة اللي هو نازل معاها او كده، بيبقى ايه، عايز حاجات معينة يحققها وحاجات معينة يتجنبها او يمحيها تماما. طب على ذكر كلمة إن هو بيدرس الطالب قبل ما يقعد معاه أو قبل ما يبدأ يكون ليه شادو يعني. م. طيب هو إمتى أقول إن الطالب دوت محتاج شادو؟ دي في حاجات كتير، يعني مثلا مبدئيا احنا قبل ما بيدخل عندنا الطفل بيدخل في حاجة اسمها ادميشن. تمام. تمام. الادميشن ده بيعدي بيه بمراحل كده. انا همسك بالتحديد الجزء بتاع الاخصائي مم. النفسي في نقطة الادميشن دي. بيعمل ايه؟ بنقيسه من كل الجوانب: تركيز وانتباه، سلوكي، معرفي، ادراكي، اه اللفظي، التعبيري. جميل. الأجزاء دي كانت لسه بتكلمنا فيها مس آية، فكرة إن هو بعرف عنه كل حاجة من الأجزاء دي. بالظبط، بناخد معاه وقت قياسي كبير، بنحدد فيها الهيدلاين بتاعت كل حاجة وهو واصل لحد فين، ومن خلالها بنقرر بقى مم. ايه الوضع العام بتاع الطالب. طب إيه الحاجة اللي بنقول عليها لا ده اللي خلاه محتاج شادو؟ اكتر حاجة بنلاحظها هي التركيز والانتباه، مم. او والجانب بتاع السلوكي، بتبقى فيه سلوكيات صعبة مم. اللي هو مش هيقدر يتحكم فيها أو نسيطر عليها ضمن جروب. يعني ممكن أثناء الأدميشن أنا أسيطر على الولد تمام، لأن أنا شغالة معاه 1 to 1، مفيش حد تالت معاه، اه زي حد بعلمه معلومة زي قعدة أنا وياه، مفيش حد تالت معانا. تمام. إنما ضمن مجموعة مثلا تيتشر هيشرح، هل هو عنده القدرة الكافية إن هو يركز مع السمارت بورد والمدرس بيقول إيه ومطلوب منك إيه في الكتاب؟ دي بتبقى صعبة عليه هو، مم. فبيحتاج شادو بيبقى مركز معاه عشان يحسن فكرة التركيز والانتباه ويوجهه إزاي يتصرف مع الحاجات دي. مم. طبعا ده بيتحدد على حسب التشخيص بتاع الطفل، ايه اللي حصل له، طب ايه اللي موصله للقدرة العالية، للنقطة العالية دي بتاعة التشتت الانتباه او الكلام ده كله. مم. وبرضه نفس الموضوع في الناحية السلوكية. وليفرض ان انا عندي طفل هو تمام في كل حاجة بس عنده سلوك عدائي مثلا، مم. او مثلا عنده سلوك تاني وليكن بيقول الفاظ خارجة او كده، بس انا عايزه اعدل الحاجات دي في سلوكيات صعبه ما اقدرش اسيطر عليها انا كتيتشر في الكلاس، بس انت في نفس الوقت عايز تدخله، بس شرط يكون السلوك ده هو، يعني هو السلوك ده هيأثر على الأكاديميك، بعيدا هيأثر عليك انت، هيأثر على اللي حواليك. تمام. مم. بس انا برضو بختار شادو ده مش في كل الحالات، في الحاجة اللي انا اقدر اقدم له دعم فيها او انا اخليه يقدر يستفيد من الحاجات بتاعة المدرسة. مم. يعني ده مش معناه ان اي حد عنده مشكله سلوكيه او عنده مشكله تركيز وانتباه او انه انا برضو ممكن اقبله كشادو. ده لا، ده اوبشن عالي بالنسبه، انا اوبشن هديهولك بسبب ان انا شايفه ان الحاجات دي ممكن مع الوقت تتحسن معايا في وجود الشادو، مم. وبعدين نستغنى عنه. طيب هل في معنى شائع او في معنى مختلف بره عن فكره الشادو عن الموجود هنا في المدرسه؟ دي اصعب حته. الحته دي بتبقى هي مسببه المخاوف لاولياء الامور، يا دي اكتر حاجه. مهم. لان الشادو بالمعنى اللي انا قلته لك اغلب الحاجات بتستخدم مع ال ال الاشخاص اللي عندهم اعاقات مزدوجه. بتبقى ايه، يعني مثلا حد عنده مثلا كفيف مع مشكله تانية، اوه حد مثلا عنده فرط حركه مع اوتيزم، حد عنده، فاهمني؟ فبتبقى حاجتين مع بعض مهم. داخلين في بعض، فانا كده اوريدي لازم معايا ايه، لازم يكون في شادو. شادو. طيب الشادو اللي بيطبق هناك هو بيطبق ازاي؟ هي مساعدة كلية كاملة. يعني انا بمسك ايدك، تمام، بمسكها كده بخليك تروح تتلافى بيها الحاجة ونرجع تاني وكده. يعني يعني شبه هو، هو اللي متحكم فيه، يعني هو يعني هو هو حلقة اعمل الوصل. تنفيذ بيأمره فينفذ. تمام. مهم. فولي الامر لما يسمع حاجة زي كده وهو عنده مثلا خلفية جمعها من بره معينة عن حاجات معينة، بيبدأ مهم. ايه ده، يعني انا اخلي ابني يتعامل. ليه بيخاف ولي الامر؟ عشان انا مش عايز ابني مختلف، انا شايف ابني مفهوش الحاجات دي كلها عشان اجيب له شهاده. يعني هو خايف ان الناس رؤيه الناس، او خايف من رؤيه ايوه زمايله طبعا، اول حاجه للولد رؤيه مثلا او كده، فده تخوفه يعني. اول حاجه بيخاف منها ولي الامر ان يبقى في نقطه اختلاف او يتواجه بسؤال ليه واشمعنى ابنك. مهم. فبالنسبه له ده يعني بالنسبه له الكابوس. تمام. مهم. فدي حاجه. بس ده بيفكرنا بينا احنا ككبار مثلا، اللي هو ايه، ما تروح لدكتور نفسي.
ليه هو انا مجنون عشان خاطر اروح لدكتور نفسي؟ فلا، هو مش لازم تكون مجنون عشان خاطر تروح لدكتور نفسي، انت بالظبط. بس ممكن تروح لدكتور نفسي لانك ممكن محتاج يكون تتساعد مضايق. في حاجه م، صغيره. فنفس الفكره اللي هو تقريبا يعني فكره بالظبط. الشادو. بس هي برضو عارف ماشية بنبدأ، عارف اللي هو أنا مثلا ممكن يكون ولي الأمر عارف كل حاجة عن ابنه، مهم. بس تيجي تواجهه بيها الموضوع صعب. اه زي ماشي طبعا، قلب مبدأ ايه الاب اللي هو والام ايه، طبعا. أنا أدعي على ابني وأكره اللي يقول أمين، اه، دي اب حاجة وام صعبة طبعا، على اه ولي الأمر أصلا. طبيعي. تمام. فهو ممكن يكون عارف كل حاجة، مهم. بس لا. زي ما احنا عارفين ان اي مشكلة بتواجه ولي الامر مع ابنه، خصوصا لو كانت سيكولوجية او فسيولوجية، مهم. بتبقى بمراحل معينة. اه. الاول انا عرفت صدمة، نكران، ان انا بنكر الموضوع ده، بعدين ابدأ خلاص اتقبل. بعد التقبل بيبدأ، بمعنى اصح احنا بنسميها هي المرحلة الحاسمة بالنسبة للولد مهم. او بالنسبة للطفل عموما. انا خلاص اتقبلت، معناها انك انت متعايش مع الوضع، وكمان ايه هتدور على حلول. مهم. من هنا طبعا طالما انت بدأت تدور على حل، يبقى انت كده ماشي في الطريق الصح. هتبدأ تدور على حل. نسيت بقى، نسيت النظرة، الخوف، اشمعنى انا، الكلام ده كله. انا كل همي ازاي اوصل لحل المشكلة دي. وعشان خاطر كده انا بحتاج اكتر لفكره الشادو، بالظبط. وفكره ان لازم حد يلازمني. بالظبط. هي بتبقى فترة معينة، أنا كأخصائي في المدرسة أو أنا كمدرسة أصلا مش عايزاها تستمر. أنا بالنسبة لي عايزة أعدل حاجات معينة، وببدأ أسحبه تدريجي. ده بتكنيك معين باتفاق مع الشادو، مع ولي الأمر، مع المدرسة، داخل الإداريات، بنسحبها واحدة واحدة، لأن أنا مش عايزاها تطول معايا. الموضوع اصلا بيتم التواصل برضه اداريا، هو يعني حتى برنامج كامل. الشادو مش بيكون اللي هو واحد جاي من بره كده وانتهينا، او مش لا بيتواصل لا، مع مفيش. الاداره. هو واحد سواء ولي الأمر رشحه، أو هو مثلا إحنا لقينا ذو خبرة أو حاجة فإحنا رشحناه لولي الأمر. الفكرة بتبدأ كده، إن إحنا بيعمل انترفيو أو بيقعد قاعدة مع أحد أفراد الإدارة، وبيتكلم معاه، بيدرس مثلا الشخص ده يقدر يعمل إيه أو يفيد يعني هو مش أي حد. مهم. لازم يعني يكون حد يقدر يساعده كده كده، او بالظبط. في الاول وفي الاخر اسم هيقدر المدرسه. يفيد، مهم. واصل لفين، مش عارفة ايه. وطبعا احنا الولد عارفينه، مهم. فبالنسبة له بنجيب الشخص اللي هيقدر يأثر فيه ويديني نتيجة في أقرب وقت ممكن. مهم. تمام. دي الحاجة التانية، طب خلاص أنا قبلت الشادو وجا مع الولد. تمام. هو الشادو ده هيبقى حلقة وصل بين يعني المدرسة والأسرة في البيت والبرنامج اللي احنا عاملينه. مهم. فيجي بقى، هل هو هيشتغل لوحده؟ لا، ضمن برنامج طويل متفق عليه من المدرسة، ومتابع بشكل دوري كل يوم. مهم. كل يوم ليه تقرير، عملنا ايه، وصلنا لايه، ملاحظات سلبية وملاحظات إيجابية، كل حاجة. وده بيوصل تفصيلي لولي الأمر. مهم. يعني أنا مش بشتغل عمياني بتاتا، أنت هتبقى معانا في الصورة في كل حاجة. جميل. طيب انا عندي سؤال مهم جدا. ايه اكتر عائق بيواجه الشخص اللي بيكون شادو، او الشخص اللي بيكون انا كشادو مثلا، في عائق بيواجهني علشان خاطر ما انفذش شغلي، ممكن يكون ايه؟ لا، هو مش عائق على قد ما هي أول أي حاجة بيبقى صعب. مم. هو مش بيبقى صعب بالنسبة له حاجة واحدة، مش عشان هو مش قادر، عشان هما لسه اتنين بيدرسوا بعض. اه. لو كان الشادو بيدرس الولد بمعدل مرة واحدة، فالولد بيدرسه 100 مرة. مهم. بيقرب معنى الكلمة، يعني بيشوف هو آخره إيه. أنا لو وبالعكس ده ممكن يبتكر مواقف يستفز بيها أصلا، عشان يشوف عشان برضه يشوف اخره هو فين. إيه آخره. ايوه، اللي هو اشوف اخره تمام. فين، والله بالظبط. الدنيا مفتوحه وحلوه اكمل. وبغض النظر عن مدى إدراك الولد واصل لفين، مهم. إلا إن الأطفال ما شاء الله عندهم قدرة ذكائية كده على معرفة الشخص ده إيه نظامه. مهم. ولذلك ده بنلاحظه طول الوقت مع أولادنا في البيت. مهم. أنت يعني في حاجة اسمها برنامج ال ABA. تمام. ده اسمه تحليل السلوك التطبيقي. أنت بالنسبة لك 24 ساعة بتعمله مهم. كإنسان. يعني أنت بتشوف حصل حاجة أدت إنك أنت تعمل سلوك معين، نواتج السلوك ده إيه. النواتج ده هو اللي بتديك خلفية، أنا هكرر السلوك ده تاني ولا لأ. مهم. يعني مثال بسيط، أنا دلوقتي عايز حاجة معينة. دي أول حاجة إيه، سوابق السلوك. تمام. أنا في حاجة معينة عايزها. مهم. هبدأ مثلا الطفل يصرخ ويضرب ويبكي في الأرض ومش عارفة إيه. لو اخدتها ماما اذا دي عملت إيه؟ طريقه نجحت. ماما عملت إيه؟ جابت له الحاجة.
كده ده نتيجة بالنسبة له هو إيجابية، بالنسبة لك أنت نتيجة سلبية. هو مم. خلاص علم إن دي الطريقة اللي ممكن الوحيدة اخد بيها اللي الحاجه ماما بتاعتي. ومع اه ذلك بنواجه كتير إن ماما ما بتقدرش تخرج بالولد في الشارع لأن مثلا هيبهدل الدنيا لو في حاجة شاور عليها وما والله انا عايز أخدهاش. اقول لك ان انا لو قعدت معاكي في تفاصيل اللي هو اه الولد ايه اللي بيحصل معاه كتير. وازاي ومش عارف ايه، التفاصيل بس دي مهمه جدا، بس ان شاء الله ممكن نخصص لها حلقه لوحدها، فكره ان انا أكيد اتكلم عن تفاصيل الطالب. أكيد إن شاء الله. ولكن طيب ايه اكتر رساله حابه توصليها لاولياء الامور، حابه توصليها للطلاب، حابه توصليها بشكل عام؟ ايه اكتر حاجه حابه توصليها؟ أكتر حاجة عايزة أوصلها لولي الأمر هي إن نتعامل بحكمة وحزم، وفي نفس الوقت يكون في لين. مم. الخليط ده صعب، مش أي حد بيعمله. يعني مثلا أنا ما بقولكش تقسو على ابنك، بس بقى حازم في حاجات معينة عشان أنت ما تتعبش معاه بعدين. مم. يعني مثلا في زي ما قلت لك، أنت بتقول إن السلوكيات فيها حاجات كتير، بس أولا وآخرا بتبقى الناتج مثلا إن ابني مطلوب منه شادو أو حاجة. أوقات كتير بتبقى أخطاء صغيرة إحنا عاملينها خلال التربية. يا لو الله. لو هي ظبطت معاك في الأول ما كانش هيحصل ده كله. مم. يعني مثلا انا انت لو كنت ركزت مثلا في فكرة ان انا ابني ما عرضهوش للتكنولوجيا او الشاشات او كده، كان ممكن تركيزه وانتباهه ما يبقاش بالسوء ده كله. طالما ما فيش اي حاجة فسيولوجية ولا اي حاجة في المخ ولا في النيرفيس سيستم ولا اي حاجة، مم. تمام، ما كانش هيبقى في مشكلة. انا عايز اقول لك ان برضو في احصائيه في النيورو لينجويستيك بروجرام بتقول لك ان لو انت انشئت في عيله ايجابيه بيتقال لك 148 الف كلمه سلبيه. ايوه لو عيله ايجابيه، لو ما بالك بقى ايجابية. لو عيله سلبيه هيحصل ايه؟ فزي ما انت بتقولي انا مؤيد معاكي جدا في بعض السلوكيات اللي بيعملها اولياء الامور بدون علم بدون وعي، فتبص تلاقي ان هي بتؤثر على الطفل فيما بعد. كلها فتخلي بتبقى حاجات بسيطة منك انت كولي الامر. لو ركزنا بس خلال الاربع او الخمس سنين اللي بيحصل فيها التنشئة بتاعة الطفل، تمام، انت كده قطعت شوط كبير قوي بالنسبة للتربية، بالنسبة للاكاديميك، بالنسبة لاي حاجة انت عايز تعملها. اذا بعد ما خلصنا الجزء الخاص بالادميشن وان الطالب تمام اكسبتد معانا، دخلنا على نقطه مهمه تانية وهي المتابعه. فكره ان ازاي ان انا اتابع خلال السنه الدراسيه بتاعتي، ازاي ان انا اتابع مع الطالب، وده اللي هنتكلم فيها مع مس رحاب احمد. انا عايز اسالك سؤال، هو الاخصائي ازاي بيعرف ان الطالب ده عنده مشكله؟ إيه، احنا اصلا بنلاحظه في البدايه ان هو في مشكله في الادمشن. مهم. لما بنبدا معاه الادمشن لو عنده مشكله بنبقى عارفين ان الطالب ده معاه مشكله، فنبدا نتابعه طول الفتره لانه كده الدراسيه. كده داخل ومعاه المشكله المشكله اصلا. اما لو هو ما عندوش مشكله احنا بنتابع بقى لما بيجي المدرس بيبلغنا مثلا ان في مشكله حصلت مع الطالب، او مهم. او العكس، او الطالب بيكون حصلت مشكله معاه في الكلاس عايز يتكلم مع حد، فبنبقى مهم. احنا موجودين سواء يتكلم معانا يقول لنا مشكله، او المدرس نفسه بيجي ويقول لنا ان حصل مشكله مع الطالب فبنبدا نحلها معاه. او مهم. احنا نفسنا ممكن اثناء البريك او احنا لما بنحضر سيشن او كده بنلاحظ ان الطالب ده عنده مشكله او لا. يعني كده انت بتقولي ان ممكن من خلال مثلا متابعتك، انت موجوده مثلا في السيشن، او موجوده في في البريك. البريك، موجوده مثلا وجي واحد من التيتشرز مثلا راح قال لك في مشكله مع طالب 1 2 3 4 حصلت معاه، بالظبط ايوه. او حتى ممكن ممكن الطالب نفسه يجي هو يجي يبلغني. ويقول لك ان في مشكله حصلت معايا 1 وغير 2 3 ده اصلا 4. برضو ممكن ولي الامر نفسه لو شايف ان في مشكله مع الطفل في البيت او مهم. في اي مكان بيواجهها مع الطفل ابنه بيجي يبلغني بيها، مثلا بيكلمني بيتواصل معايا عن طريق الابليكيشن او يتواصل معايا تليفونيا عن طريق تليفون المدرسه او مهم. كده بيبلغني بالمشكله وانا بفضل بتابع مع الطفل. يعني حتى لو كانت المشكله خارج المدرسه. حتى لو خارج المدرسه بنتابع معاه لان هي اصلا ممكن توارد ان هي تحصل في المدرسه، احنا لازم مهم. نكون عارفين كل حاجه مع الطفل. مهم. فاي مشكله بتكون معاه بيبلغنا بيها ولي الامر، المدرس، اي حد بيشوف المشكله بيبلغنا بيها. اذا يعني الاخصائي مش بس مسؤوليته فكره البريك والسيشنز لا في وهكذا، اي لا في وقت اي وفي وقت في اي اي وقت في مكان، اي مكان. صح كده؟ هل الاخصائي دوره انه يحل المشكلات بس؟ يعني انتوا بتوع مشاكل عشان بس نبقى متفقين، ابدا انتوا بتوع واخدين مشاكل. فكره عننا وحشه ابدا. طيب لا يعني انتوا خالص. مش دوركم بس فكره المشاكل؟ لا طبعا امال احنا ايه؟ مش بس مشاكل، احنا اصلا لو في اي حاجه حلوه بنستنى الطالب يجي يقول لنا. اذا لو في حاجه حلوه مثلا الطالب حصلت معاه حاجه بيحبها او في نقطه هو عايز بيستشير فيها حد بحيث يحفزه عليها بيجي يبلغنا بيها. احنا مش لازم مشاكل بس، مهم. احنا في اي حاجه حلوه حاجه كويسه مع الطالب بنحفزه بيها ونكلمه فيها دايما. حتى احنا نفسنا لما بنشوف عنده موهبه بنشجعه عليها، اللي هو بنجيب له الحاجه دي، بنوفر له الحاجات اللي هو بيحبها. إيه، بنشجعه بنحفزه باي طريقه، بنبلغ التيتشر، بنشاركه في انشطه عشان يستمر في الحاجه الكويسه اللي هو فيها.
مش بس مشاكل وبس. يعني حتى لو هو بيعمل حاجة كويسة برضه بتشجعوه عشان امم خاطر تتزود عنده، يعني مثلا ايوه أنا باقوّمه وأقيّمه مثلًا في الأجزاء السلبية، وكذلك الأمر في الإيجابي بابدأ بالظبط إن أنا بنشجعه في أطوّر عنده الحالتين، احنا الجزئية مش ديّة. حابين ان هو يكون بس في احنا كمشاكل وبس، لا احنا بنمسك الايجابي والسلبي عنده، اهم. في الحالتين بنبقى شغالين معاه. حتى لو هو شخص مش سلبي اصلا بنشجعه على الحاجه الايجابيه، ولو هو شخص سلبي بنحاول ندور على الحاجه الايجابيه اللي عنده والحاجه الكويسه اللي عنده بنحفزه بيها، بحيث يلغي الحاجه السلبيه اللي عنده إمم. ونشجعه ان هو يطور من نفسه. طب هو في سؤال يمكن بيدور في ذهني أكتر ما بيدور في ذهن الناس، هو أنتم بتعملوا إيه جديد عن اللي بيعمله ولي الأمر في تحسين شخصية الطالب يعني أو حل مشكلاته؟ إيه مم. الحاجة الإضافية اللي أنتم بتعملوها يعني؟ هو مش حاجة إضافية، هو حسب ما الطفل نفسه بيرتاح بنحاول نخليه مرتاح لينا كأخصائيين عشان نوفر له كل حاجة، يوفر إن هو يعرف يتكلم معانا في أي نقطة، مش بشرط عشان ما نخوفوش مننا يبعد عننا، لا إحنا بنكلمه وبنحاول نصاحبه، نبقى صحاب أنا وهو، عشان لما يكون معاه مشكلة يجي يقولها لي على طول، ما يخبيش، ما يكبرش الموضوع أكتر، فأي حاجة يلجأ للأخصائي بتاعه. اهم. بس فالفكرة في كده، مش لازم احنا مش بنضيف حاجة جديدة، بس الفكرة ان احنا بنحاول نصاحب الولاد، بنحاول ان احنا نبقى حد مش تيتشر ومن تيتشر وطالب بس، لا احنا بنتواصل معاه كأنا وهو اخوات صحاب كده، اهم. مش طب إيه اكتر. الوسايل اللي بتستخدموها أو إيه الطرق اللي بتستخدموها لحل المشكلة بتاعة الطالب؟ احنا بنبدأ في اول حاجة لما يكون في مشكلة بيبلغنا بيها المدرس او اي حد عموما، بنبدأ مع الطالب بنسأله ليه حصلت كده، بنحاول نعرف ايه سبب المشكلة، إيه ليه لو حصل مشكلة ما بينه وبين زميله برضه بنسأله ليه مثلا حصل كده، ايه السبب عشان ايه، وفي الاخر بنوجهه للصح، بنعتذر مثلا لبعض وبنتصالح ونرجع نلعب مع بعض عادي. بتخلّيهم يعتذروا الاتنين لبعض. اللي إمم. غلط لازم يعتذر للتاني ويتصالحوا، كأن مفيش حاجة حصلت جميلة القيمة دي، أنا عايز أقول لِك مم. إن في ناس كبيرة لغاية دلوقتي تقول لك لأ أنا ما اعتذرش طالما حتى لو أنا غلطان ما لا اعتذرش، مش حابب إن أنا لا أعتذر، بيبقى احنا صعب بالنسبة له إنه لا يعتذر احنا الاعتذار. بنحاول نحط فيهم الفكرة دي، لازم تبقى فيهم، علشان انا طالما غلطت لازم اعتذر، اهم. بس طالما انت مش غلطان مفيش، ما نعتذرش، نتصالح عادي، نتصافى مع بعض بحيث نبقى لسه احنا نكمل، هنفضل فترة مع بعض، اهم. هنفضل دايما مع بعض عشان كده. تمام، بس فدي الطريقة الأولى دي فكرة إن طريقة إحنا بعد كده لو اتكرر الشكوى منه بنحاول ان احنا نتجه نتعاقب شوية، نتحرم من حاجات بنحبها، بحيث نشوف ان هي تجيب نتيجة من ان احنا نعدل من سلوكه ولا لا. اهم. بس فهو من مرة ممكن نتحرم من البريك، ممكن نتحرم من البي اي، من الكيدز اريا، واحدة واحدة تيجي نشوف ايه الطريقة اللي بتجيب معاه. لو هو ما برضو ان التحفيز ما جابش نتيجة معاه، بنضطر اخر حاجة ان احنا ممكن نوصل للفصل، اهم. بس هي دي احنا حاجة ما بنحبذهاش، بتيجي بعد حاجة تكرار المشكلة اكتر من مرة وده وكتير. سؤال جميل جدًا، اللي هو إمتى بياخد فصل؟ يعني عارف اللي هو فكرة الفصل إن أنا أخدت فصل من المدرسة ده حوار أصلًا يعني، ايوه أنا احنا أفتكر زمان لمّا كان يتقال لنا أنت هتاخد فصل من المدرسة كان في رعب بيحصل يعني. ما هو الفكرة بس في كده، ده احنا بنحاول اصلا ان احنا ما ناخدهوش، إمم. يعني نادر لما بيطلع قرار الفصل، مش دايما، بعد ما بتكرر مشكلة اكتر من مرة واكتر من شخص بيشتكي من الطالب ان هو نفس المشكلة، وبعد ما يتدخل الاخصائي بيتكلم معاه مرة والتانية والتالتة وبننصحه وبنعاقب وبنحرم اهم. وبنحفز، فبنعدي بطرق كتير، مش مفيش طريقة جايبة نتيجة، فبنضطر ان احنا نلجأ للفصل، وبنشوف ان الفصل ده جايب نتيجة معاه برضو ولا لا، إمم. يعني برضو بنشوف ان هو بعد الرجوع ده ليه لإن ممكن ما نتيجة. يجيبش نتيجة. ممكن برضو ما يجيبش نتيجة مع الطالب، فبنشوف بنلاحظ انه ده جاب نتيجة مع الطالب، هو بيجي بطريقة ازاي، بس عشان كده. هل في حد تاني ممكن يتدخّل في حل المشكلة غير الأخصائي؟ يعني هل بتسمحوا لحد إن هو يتدخّل غير اكيد الأخصائي؟ اكيد احنا بنشوف الطفل او الطالب نفسه بيرتاح مع مين، ممكن ما يرتاحش للاخصائي، مش بشرط ان كل الاطفال يرتاحوا مع الاخصائي نفسه، إمم. او ممكن يرتاح مع اخصائي تاني، ممكن هو نفسه يرتاح مع تيتشر معين مدرس، فاللي هو الفكرة مش بتختصر على الاخصائي بس، احنا بنسيب كل حاجة مفتوحة ليه، بحيث ان الشخص اللي ارتاح له يوصل لنا المعلومة عشان نعرف نتخذ الاجراء معاه، إمم. نعرف نتواصل مع الطفل ازاي، وهو عارف يتواصل، يبلغنا بالخطوات بتاعته، كان وصل له ازاي المعلومه ويجي يبلغنا بيها، إمم. بس احنا برضو بنفضل متابعين، يعني هو حتى لو حلها المشكله مع الطفل مش بس كده، لا هو بيبلغنا بالمشكله، بحيث نبقى عندنا علم بالموضوع ونبقى نتابع معاه عشان لو حصل فيما بعد حاجه تانية يعني او هو مش بيتابعوا موجود. يعني بيتابعوا حتى مع الteacher نفسه، بحيث إن طبعًا مش كل الteachers عارفين الخطوات اللازمة اللي هاتخذها مع الطالب عشان أحل له المشكلة اكيد وهكذا، اكيد فبتتابعي علشان خاطر تحلي المشكلة، بالظبط. وعلشان خاطر بعد ما تتحل المشكلة برضه يكون عندِك علم، علشان خاطر أراعي إن ما تتكررش، صح كده؟ اكيد ايوه اكيد، ما اهم. احنا بنلاحظ حتى التيتشر ممكن يحلها بطريقه مش لازم زي ما احنا بنحلها، بس عادي الموضوع متاح ليه لان هو الطفل مرتاح له،
طالما مرتاح له هيعرف يوصل له الحاجة أكتر مننا، لأن لما يكون الطفل مرتاح للشخص ده هيدخل المعلومة عنده أو الكلام عنده هيستوعبه بسهولة وهيفهمه بسهولة، بعيدا عن الشخص مش مرتاح له. فعشان كده احنا بنتابع بقى ونشوف ان هو تمام الموضوع معاه، فخلاص احنا معاه، واحنا بنتواصل مع التيتشر بحيث يبلغنا بكل خطوة، عشان لو تحتاج ان احنا نتدخل بنتدخل على طول. طيب امتى الطالب ده نفسه ممكن يروح يلجأ للاخصائي؟ يعني عارف اللي هو ايه، انا طالب حسيت ان انا محتاج للاخصائي، امتى ابقى محتاج للاخصائي وامتى اروح له؟ هو مش بشرط ان هو يحتاج في المشاكل زي ما قلنا في المشاكل بس، مهم. فبيحتاج مثلا لما بيكون هو حابب يتكلم مع حد مش عارف يتواصل او يتكلم مع حد، فاحنا متاحين له الفرصه ان يجي يتكلم معانا احنا، انه يتكلم معانا في اي حاجه، سواء حاجه بيحبها، حاجه متضايق منها، حاجه متضايق من زمايله برضو ومنيها مش عارف يحلها او كده، فبيرجع لي برضو يتكلم معايا فيها ونحاول نحلها مع بعض، بحيث انه بقى سر ما بيني انا وهو، مش حابب يعرف حد تاني. بس فالفكرة في كده، ممكن برضه يجي يقول لي عن نشاط هو بيحبه ومش حابب، مش عارف يتواصل مع حد ان هو يشارك في النشاط ده، مهم. فانا برجع اتواصل مع اي حد في الموضوع ده، المسؤولين النشاط، اتواصل معاهم واقول لهم ان هو الطفل مثلا حابب يشارك في كده، حابب يشارك في كده. طب ايه الخطوات اللي ممكن استخدمها مع الطالب علشان خاطر اشجعه في السلوك الايجابي مثلا، وان انا اشجعه بشكل عام خلال الفتره الدراسيه مثلا؟ بنشجعه عن طريق حاجات كتير، بنشجعه عن طريق مثلا نشاط المحبات دي، بنشوف ايه اكتر نشاط بيحبه وبندخله فيه بيخليه يشارك فيه، او بنحفزه بالطريقه دي، او بنحفزه بطريقه تانية ان احنا مثلا بنجيب له حاجات رمزيه كده إيه كتشجيع وتحفيز ليه، مثلا زي الستيكر عندنا في المدرسه اللوجو بتاعه، او ممكن نجيب له حاجات تانية هو بيحبها بحيث ان هو يتحفز من نفسه ويفضل مستمر في السلوك الايجابي بتاعه. وفي طرق تانية كتير. يعني حضرتك تقصدي فكره الترهيب والترغيب، هو انا يا اما بخليك تخاف مثلا من ان انت عملت سلوك مش كويس فتخاف مثلا من العقاب، او ان انت تبقى حابب الحاجه دي، تحب السلوك الايجابي اللي انت عملته، فيبقى عندك ترغيب في ناحيه ان انت تعمل السلوك الايجابي دوت وتكرره مره واثنين وثلاثه. بالظبط، ما احنا الفكرة في كده، احنا مش عايزين نوصل للطالب ان احنا اخصائيين بتوع مشاكل بس بنخوف بنعاقب وكده وبس، لا، احنا بنحفز وبنعاقب، بنعاقب بس العقاب بيكون باقتناع منهم، يعني بنوجهه بنعرفه ايه المشكلة بتاعته وبنقول له انت غلطت في كده، فهو قبل ما انا اعاقبه بيكون عارف ان هو غلط ومعترف بكده، فبقول له انت اتعاقبت عشان كده، فبيبقى خلاص عارف ان انا متعاقب عشان كده، هو بيحاول يرجع يعتذر ويحل المشكلة عشان ما يتعاقبش، بس احنا ممكن نسامح مرة والتانية، فلو هو متكرر في العقاب وفي الغلط بتاعه فبنرجع، فلا خلاص العقاب مش هيتحل بالاعتذار المرة دي. بس فهو مش فكرة، مش احنا بنعاقب بس، ولا وبنحل المشاكل برضو، وغير حل المشاكل احنا بنحفز اي حاجة جميلة عند الطفل، اي سلوك ايجابي فبنحفزه. انا افتكر في مره موقف زي كده جميل جدا، حد من الطلاب كان خبط في زميله، فالادوات بتاعته وقعت في الارض وراح قعد يلم ويساعد زميله ان هو يلمهم ويديهم له. افتكر قبل كده كان الاخصائي نفسه بدا ان هو يكرمه في اللاين قدام الناس كلها، راح قال هو عمل سلوك 1 2 3 4 جميل، وعلشان خاطر كده احنا بنكرمه كلنا وبنشكره على السلوك بتاعه ده. وعايز اقول لك ان بعد كده اي حد من الطلاب، يعني كنت الاحظ كده اللي هو ايه، في طلاب كده اللي هو ايه، استنى الحاجه تحصل عشان خاطر ايه ابادر انا واعملها. بالظبط، ايوه، دي بتبقى جميله قوي. هما دلوقتي بنكرمه علشان ايه؟ زمايله شايفين ان هو عمل سلوك ايجابي بحيث كلهم يبداوا يعملوا زيه، هو عمل حاجه حلوه فاتكرم عليها، فعارف ان الحاجه الايجابيه والكويسه بنتكرم عليها، فعشان كده احنا بنتخذ الخطوات دي، ان احنا بنكرم الطالب في اللاين الصبح او في البريك، برضو ساعات بنجيب الطلاب صحابه مثلا زمايله او في الكلاس نفسه بنكرمه، فهو احنا بنحاول نكرمه وسط صحابه، ان هو حاجه بنوصل ان هو شعور حلو للطفل، وان هو شايفين صحابه ان هو عامل حاجه كويسه قد ايه، عشان بعد كده يقلدوا زميلهم في السلوك الايجابي، فهم احنا بنحاول نشجع وان السلوك الايجابي ده ينتشر، يبقى حاجه كويسه، ان هو طول ما انا بعمل حاجه كويسه هبقى اتحفز عليها وهتكرم عليها وانا هبقى كويس. ايه اكتر عقبه بتواجهك واثناء ما انت بتشتغلي مع الاولاد في المتابعه؟ ان هو انا مش بحب اعاقب الطفل او كده، انا ببقى عايزه احل المشكله من غير عقاب، بس الطفل مثلا لما بيكرر المشكله انا برجع بقول له انا نفسي مش عايزه اعاقبك، بس انت غلطت مره واثنين وثلاثه، فانا بضطر ان انا اعاقبك عشان السلوك ده، لو بقينا كويسين انا مش هعاقبك، انت عارفني ان انا بحبك، مش بعاقبك علشان انت، عشان انا نفسي مش بعاقبك علشان انا وحشه او كده، لا انا بعاقبك عشان سلوكك اتكرر اكتر من مره، فانا لا، العقاب المره دي يتاخد.
اعتقد وده اللي بيخلي الاولاد بيجروا عليكم في البريك، امم اللي هو ايه، مس ايه، مس منى، مس رحاب، اللي هو بيجروا عليكم علشان خاطر بس اللي هو هم بيحبوكم، يعني عارفه. ايوه احنا عشان كده، احنا عشان هم فاهمين ان هم غلطوا وعرفوا مهم. غلطهم، ان احنا بنتعاقب عشان دي، عشان عملنا حاجه فقصادها عقاب. خلاص، واحنا اتسامحنا مره واثنين وثلاثه، فخلاص عارفين احنا بنتعاقب على ايه، ده جميل ان هو بيخليهم هم فاهمين فاهمين غلطهم. اتعاقب ليه. وكمان الاجمل فكره ان هو انا شخص بعاقبك وانا نفس الشخص اللي انت بتحبه، بالظبط، يعني انا احنا بعاقبك وبحبك. ما انا هو عارف ان هو بيتعاقب عشان غلط، هو عارف ان مم. انا غلطت وهم سامحوني كتير، مم. فخلاص هم كويسين، بس انا اللي غلطت، انا اللي في حاجه غلط، عملت حاجه غلط، فعشان كده اتعاقبت عليها. مم. فعشان كده تلاقيهم ان هم اول ما يشوفونا لا مش بيكرهونا، بيحبونا، بيجوا لنا يجروا علينا، يحبونا ويحضنونا في مم. البريك، حتى يجي يقعدوا معانا جنبنا، يتكلموا، يحكوا لنا كده. ممكن ما يكونش في اي حاجه ولا مشكله ولا حاجه، اي حاجه، بس حابين يقعدوا جنبنا. انا كمان عاجبني فكره اني مثلا حضرتك ومس ايه ومس منى، انتوا الثلاثه كل واحد متقسم من اول مم. الادميشن لغايه المتابعه، تخش بمرحله ان انتوا كمان بنبقى مع بتكملوا الطالب، في ايوه التقارير، فانتم مكملين من المراحل، مثلا كل واحد فيكم واخد بالظبط مرحله. بالظبط. فعارف اللي هو انا متابع مع الطالب دوت من من الالف البدايه الى الياء، بالظبط. من الاول ما دخل الادميشن لغايه ما ربنا يكرمه كده ان شاء الله ويخلص المرحله دي، ويبدا ياخد مرحله التقارير او جديده، البيانات بتاعته وياخدها عشان الشخص اللي بعده اللي يتابع. عشان نبقى عارفين ملمين بكل حاجة مم. بالطفل. يعني نبدأ معاه عشان نبقى احنا اللي عملنا الادميشن، فلو في قصور او في اي حاجة في الادميشن نبقى عارفينها، ما نيجي نتابع معاه في بداية الدراسة نبقى عارفين خلاص الطفل ده احنا عملنا معاه واشتغلنا معاه وكاتبين تقارير عنه، فخلاص عشان نبقى نكمل معاه على نفس الريتم، ما يجيش نبدل ويجي تحصل مشكلة يبقى مش فاهمه. احنا بنبقى ماشيين معاه عشان نبقى فاهمينه، مم. عارفين الطفل ده اتعاملنا معاه من البداية مش اكتر. تعال نتكلم دلوقتي عن واحده من اهم الحاجات اللي بتحصل من خلال الاخصائي، وهي فكره التقارير. في النهايه بيكتب التقارير علشان خاطر بس يا اما يتقال ان الابن دوت كويس او يتقال ان هو مش كويس، وهنا بتحصل اعتراضات كتير جدا. ولكن تعال نتكلم عن موضوع تفصيلي مع مس منى قريب. شر لابد منه اللي هو الشر لابد منه ده شر لا لابد منه، حاصل. خلاص يا جدعان خلصت. طب ليه شايفاه ان هو شر لابد منه يعني؟ والله علشان خاطر احنا بنركز، يعني بنعمل فوكس شويه على الدروب اللي هو عند الطالب. مهم. فطبيعي انا لو مكان ولي الامر بزعل وبتضايق، اه فاهمني؟ بس لو جينا بصينا في الاخر واهميه وهدف التقرير ان انا عايزه اصلح من ابني ده. حلو، انت كده بس دخلتيني على اول سؤال. السؤال هنا اللي انا عايز ابدا بيه، وهو ليه بنكتب التقارير؟ ليه التقارير دي مهمة أوي بالنسبة لنا؟ يعني إيه أهمية بتاعتها؟ وليه بتكتبيها؟ يعني أنتِ بتقولي هنا جملة جميلة جدًا، فكرة إن أنتِ تكتب بالتفاصيل، فليه بنكتب التقارير دي؟ في البدايه ليه بنكتب التقارير؟ علشان ولي الامر يتعرف على ابنه اكتر. بمعنى هو طبعا اولياء الامور كلها طبعا بتبقى عارفه وحافظه وفاهمه ابنها، بس كون ان الولد بيبقى قاعد معانا معظم الوقت هنا في المدرسه، يعني فوق ال7 ساعات، فبتظهر سلوكيات، بتظهر صفات شخصية، بتظهر طباع تانية مختلفة تماما عن اللي في البيت. اهم. فدورنا احنا كأخصائيين بنعرف ولي الأمر الحاجات اللي هي المخفية بمعنى أصح. يعني عشان خاطر الطالب هنا بيبقى واخد حريته بقى، بيبقى منطلق، واخد ما الحرية، فيش مش منطلق، شايف إن والده موجود هنا مفيش رقيب بابا مفيش ماما. لو آه. في بابا بيشد ففي ماما بترخي، اللي هو فاهمني؟ فهنا بقى لا، أنا مفيش حد رقيب عليا، تمام، فأنا هاجي هعمل كل حاجة أنا عايزة. جميل. وده اللي بيضايقهم برضو، ان احنا دايما حته التوجيه والارشاد بيزعلهم قوي مننا. لا انا بتعامل طبيعي جدا، فلا يعني انسونا في الحته دي، ابعدوا عننا، آه. فاهمني؟ بس طيب برضه عايز أعرف أنتم ليه بتكتبوا تفاصيل التفاصيل في التقارير؟ طيب التفاصيل فكره عشان برضو هرجع اقول بنتعرف على الطالب اكتر من ناحيه تمام. انماط الشخصيه. سي مثلا طالب مثلا شخصيه اعتماديه، فممكن وارد جدا بيبقى في البيت مثلا ان هو بيتكسف ما يقول كلمه لا، بيخاف ما يواجه، تمام؟ اهم. فالحاجات دي ممكن ولي الامر بيتعامل معاها عادي، يعني ما بيشوفهاش ان هي ممكن مشكله، بس من خلالنا احنا بيشوف ان هي هتاثر عليه فيما بعد. ان آه. انا هبقى شخص اعتمادي مثلا، ما اقدرش اقول لا لصاحبي، ابقى بتكسف، ابقى حاجات كتير، ده هيعمل له دروب فيما بعد وهيأثر عليه فيما بعد. يعني أنتِ بتتكلمي في بدايات المشكلة، يعني قبل ما تحصل المشكلة بعد ما يتخرّج مثلًا أو لمّا يدخل الكلية أو بالظبط كده، فأنتِ بتتكلمي اللي هو الحاجات البسيطة اللي بتحصل، اللي ممكن تأثّر على ابني فيما بعد، فيتحوّل شخصيته لحاجة وحشة، فنحاول حاجه نلحق من البداية. بالظبط. فده ليه؟ علشان خاطر نغير من الطالب. اهم. هو دي مصلحتنا، ان احنا عايزين نسخه احسن من كل طالب عندنا في المدرسه. طب كده أنا عايز أخُش معاكِ في نقطة كده
تحفه يعني بصراحه. يعني كتير من اولياء الامور ممكن يكون خطرت في بالهم، ويمكن يكون من الطلاب. بعض الطلاب بتبقى شايفه ان في تفرقه عنصريه ما بين شخص والتاني. هل فعلا في تفرقه عنصريه ما بين الطالب والتاني؟ ومعلش بس خلينا برضو نبقى متفقين ان في بعض الحالات كده بيكون في طالب مفضل عند التيتشر اكتر من طالب. هل ده بيعدي عليكم فكره ان في حد مفضل عندي؟ احنا ما بنفرقش بين طالب والتاني. الفكره في طلاب بتبقى محتاجه تقارير، فاحنا بنعمل لها تقارير. انا عايزه اقول لك ان كل طالب بنعمل له تقارير والله بيبقى ليه معزه برضه خاصه عندنا. يعني مش هو اللي بيبقى متشاف بالصوره السلبيه او بالشكل السلبي والجانب السلبي والى وان هو حد وحش. فهو لا، انا ببقى بنعيط واحنا بنكتب التقارير، اللي هو يا ربي والله العظيم بحبك، اللي هو انا مش عايزه اكتب حاجه وحشه اصلا يعني. بس فكرة إن أنا بافرّق ما بينه وما بين حد لأ خالص. يعني الطالب اللي فعلًا بيبقى محتاج تقرير بنكتب له، في point معيّنة فإحنا بنركّز عليها، وده ما يدُلّش أبدًا إن هو حد وِحِش. ليه بقى ما بنكتبش أصلًا تقارير لناس تانية؟ ايه ده؟ يعني في ناس اصلا مش في بيتكتب ناس لهم في ناس تقارير؟ بالفعل ما بيتكتبلهاش تقارير. اشمعنى بقى؟ اشمعنى بقى؟ هي الفكرة إن هو كسلوكيًا هنقول بيبقى ما فيش حاجة سلوكية مشكلة كبيرة أقدر اه إن أنا أعرّف بيها ولي الأمر. التدخُّل فقط لا غير بيبقى من داخل المدرسة. طيب ما يعني وارد ممكن بيعمل مشكلة، حاجة بسيطة، حاجة بتاع، بس رتوش بسيطة. يعني أنا لو قعدت معاه كتوجيه وإرشاد خلاص ممكن تخطاها وما بيكررش ده تاني. يعني انت قصدك هنا في الكلام ان انت مش بتكتبي لكل الناس تقارير عشان خاطر في ناس بتبقى كويسه. هي طيب بتبقى في ناس كويسة مش محتاجة، في ناس في مشاكل بس حاجات بسيطة ورتوش بسيطة. أنا مجرد ما أقعد معاها مرة already خلاص ده عمل escape. مش محتاج أصلًا إن أنا أعرّف ولي الأمر إن أنا هاكتب فيه تقرير. لإيه؟ مم. لإن الحاجة أصلًا حاجة بسيطة، مش مسببة مثلًا مشكلة أو واقعة ضرر على المدرسة وهتُقع ضرر على الطالب. اه فأنا هنا لأ، مش محتاجة أكتب له. يعني لما يكون اللي في ضرر على الطالب او حاجه ممكن تاثر عليه هو او تاثر على زمايله وقتها بس بالضبط، بيتكتب التقرير. بنكتب تقارير، إن هو لأ، أنا محتاج فعلًا إني أخلّي ولي الأمر معايا في الصورة. التقارير دي هي كلها سلبيه ولا ايجابيه؟ عشان بس برضه نبقى متفقين. انت قلتي جمله جميله جدا، انت قلتي في ناس مش بنكتب لهم تقارير، ده آه، عشان خاطر هم كويسين. يعني انتوا بس مسؤولين عن الحاجات السلبيه بس؟ مش أوي برضه يعني. طيب أنت افهمها. جِبت نفس وجهة نظر الناس الأخرى يعني. ما ده افهم، انا مش هي بشوف وجهة غير الحاجات نظر السلبيه وجهة بس نظر بتتكتب. حقيقية وناس كتيرة ليها حق تشوف كده. تمام. الفكرة إحنا أنا ممكن باكتب تقرير، مم. فأنا بارجع برضه باذكر النقاط، مش هاقول سلبية، الحاجات اللي عايزين نغيّرها واللي عايزين نخلّيها أحسن. هل ده معناها إن الطالب ما عندوش حاجات إيجابية؟ لأ، عنده حاجات إيجابية وعنده وحد بيبقى ممكن متفوق جدًا أكاديميًا. يعني انت هنا تقصدي ان انت مش بتكتبي الحاجه الايجابيه لانها كده كده ظاهره، ولكن الحاجه السلبيه هي اللي بتكون موجوده. يعني اي حاجه خارج الاطار السلبي فهي ايجابيه. يعني انا لو ما كتبتش بالضبط، مثلا ان الطفل عدواني فاذا الطفل مش عدواني، الطفل شخص كويس. بالضبط. إحنا مثلًا في طالب بيبقى منطوي، فبنكتب إن هو منطوي. طالب تاني مش بنبقى محتاجين إن هو عنده ثقة بالنفس وبيشارك دايمًا في كل الactivity أو إن هو بيقدر يتعامل مع الناس التانية. طالب مش عدواني أو بيقدر يتحكم في الانفعالات وبيضبط مشاعره. الحاجات دي كلها دي إيجابيات. مهم. مقابل كده ممكن مثلًا هاكتب إن هو بس ممكن متمرد، ممكن مثلًا إن هو متردد شوية، فاهمني؟ فأنا مش ما كتبتش الحاجات التانية، فهو already بالفعل عنده إيجابيات تانية كتير، فأنا مش بابقى محتاجة أذكرها. بنضطر نذكر الجوانب دي علشان خاطر نحط إيدينا على المشكلة وعشان خاطر نحل وعشان خاطر يبقى في أحسن نتيجة وأحسن نسخة من الطالب يعني، بس. انا بصراحه في حته كده اشهد للاخصائيين فيها. لاحظت كام طالب كده بيكون عنده مشاكل، بيبقى صعب في التعامل مع اصحابه والدنيا بتبقى صعبه حتى من التعامل مع التيتشرز. بس بصراحه لما لقيت التغير اللي حاصل فيه، ويمكن الناس اللي متابعه معانا ممكن حد فيهم كتيتشرز مثلا او كطلاب اكيد شافوا حد من زمايلهم كده يعني. فهنا هو لما جاي بيبقى مش كويس بعد كده يتغير. دي نقطه جميله بالفعل هو جدا. الفكرة إن مثلًا إحنا كأخصائيين مع الteachers مع ولي الأمر، يوم ما بنبقى كلنا على نقطة واحدة وpoint واحدة ومتفقين، بيحصل التغيير الإيجابي، بيحصل تغيير حتى ملحوظ. يعني إحنا في التقرير مثلًا بنبقى كاتبين المشكلة ما تم الوصول إليه، التدخلات ما تم الوصول إليه دي بنكتب إن فعلًا في تغيير ملحوظ، بتبقى بناءً إحنا شايفين ده plus الteachers مم. وولي الأمر بيقول فعلًا الولد متغير معايا خلال الفترة دي. جميل. ده من خلال ممكن برضه الجزء الجانب التاني اللي إحنا بنبقى شغالين عليه، إن إحنا مثلًا بنحفّز بندعم السلوكيات الإيجابية اللي عنده. يعني مش بس دايمًا بنبقى عاملين focus على السلبي، لأ، إحنا دايمًا بندعم الإيجابي اللي عنده. مثلًا أنت حد معتمد جدًا وحد شخصية
بتقدر تتكلم، بس عندك الحته دي، بس احنا نشتغل على الحته دي. بس انت مثلا هنا حد واثق قوي من نفسه، حد بيتحمل مسؤوليه، مهم. فبنعمل خلال الدراسه اكتيفيتي زي ان احنا نطلع مثلا نوزع شنط. فلا انا هخليك انت اللي تطلع وتتكلم، وانت اللي تبقى عندك ليدر وتحتك ناس، ويلا نروح ويلا نيجي. بخليه مسؤول. ليه؟ انا بقوم الجانب السلبي مع بدعم الجزء الايجابي اللي عنده. مهم. بس فبيطلع في الاخر لا ان في تغيير بيبقى ملحوظ يعني. وعلى اخر السنه بنكتب ان في تغيير، بيبقى في تغيير بسيط، في تغيير ملحوظ، في تغيير كبير جدا. تحس ان الطالب اتنقل 180 درجه. هل كل التغيرات في الطلاب بتكون بدرجة 180 درجة بتغير شخصيته كاملة من سلبي خالص لإيجابي خالص؟ هي بتبقى درجات متفاوته. يعني في مثلا اللي بيبقى تغيير ملحوظ، وفي اللي بيبقى متوسط، في اللي هو بيبقى تغيير طفيف. ده مهم. بيرجع لايه؟ بيرجع للطالب نفسه. مهم. زي مثلا ان الطالب انا محتاج اتغير للافضل، الاستجابه بتاعته والقدرات بتاعته بتبقى عاليه جدا، لا انا عايز ابقى حد احسن. مهم. في طلاب كتير يجي يقول طب انا مثلا واقع في الجزئيه دي، انا اعمل ايه؟ انا مش عايز مثلا اتعصب، مش عايز انفعل، مش عايز اقول كلام في وقت ما انا ببقى متضايق يزعل اصحابي. ببقى عايز ابقى مدرك بنفسي اكتر. مهم. فده بيساعد على ان ممكن تلاقيه متغير 180 درجه، مفيش مهم. فرض. اه لا، هو التغيير من عنده هو. طب هنا بعد ما بتخلصي فكرة التقييم وفكرة التقرير وكده وبتوصل لولي الأمر، مم. طبعا في أولاد ينزلوا في الدرجات وبيحصل لهم، يعني عارف اللي هو بيتبعت لولي الأمر إن ابنك فيه واحد اتنين تلاتة أربعة. بعض أولياء الأمور مش بيتقبلوا فكرة إن أنا ابني فيه السلبيات دي وبيعترض عليها. وقتها إيه التصرف؟ يعني أنتوا بتعملوا إيه في اللحظة دي يعني؟ بحكم ان هو كأب او ام، طبيعة الاب وطبيعة الام الفطرة ان انا مم. عايز اشوف ابني احسن حد في الدنيا. تمام. انا مش عايز اشوف ابني وحش. يعني حتى لو في سلبية أنا مش هشوفها. حتى لو في سلبية، وقد تكون ان هي حاجة برضه طفيفة، يعني لا انا مش عايز عليه الهوى. مهم. فانا مش هستحمل ومش هتقبل اي حاجة، أو حتى فكرة التقرير نفسها، يعني فكرة التقرير نفسه. مم. فده بيؤدي لايه؟ بيؤدي طبعا ان بيحصل فجوه ما بيني وما بين الطالب، بيحصل سوء تفاهم، بيتقلب بالسلب على الولد نفسه. ليه؟ آه. ليه بيتقلب بالسلب على الولد؟ ان بيشوف مثلا ان انا بابا مش متقبل التقييم، شايفني انا ما فيش حاجه سلبيه. فانا لما هاجي الاخصائي هيجي يكلمني او يوجهني او يرشدني، فلا، انت مالكش الاحقيه ان انت تقول لي على اي حاجه. وانا نفسي برضو ببقى انا مش شايفاك وحش. يعني هو الفكره برضو ان انا والله العظيم بنحبكم وكل حاجه، بس هي الحاجات البسيطه اللي احنا بنبقى عايزين نغيرها للاحسن. مم. فكره ان انا وولي الامر برضو ان احنا يعني الاعتراض ده ان هو بيوصلنا لحاجه تانية، ان هو ماشي في طريق وانا ماشيه في طريق، والولد بيبقى في حته تانية خالص. اللي هو كل واحد بيشد من اتجاه واحد، اللي بالظبط. هو احنا تعالى ما نقومك ونقيمك وتبقى احسن، والتاني اللي هو ايه، من حبه ليه، فاللي هو لا يا ابني انت كويس، يا ابني بالظبط. انت زي الفل. فالفكره كلها ان احنا بنبقى عايزين واقفين على خط واحد مم. علشان نوصل لنتيجه واحده، مم. اللي هو لا، ان يبقى في تغيير الافضل والاحسن. بس يعني نفسيا وسلوكيا وكل حاجه. التفاهم ما بين ولي الامر وما بين الاخصائي، مهم والاثنين جدا. يكونوا فاهمين وماشيين على نفس اللاين علشان خاطر الاثنين بالظبط. يوصلوا الابن، لان اصلا يعني معلش، هو الهدف اصلا من الاخصائي هو ان هو يخلي الابن احسن. بالظبط. فبالتالي لما انا ابقى اكون ماشي على نفس الخط بتاع الاخصائي، فبالتالي انا بحسن احنا الابن الاثنين وبساعد. يعني والوصول بيبقى اسهل يعني والنتيجه انا عايز اقول بتبقى لك اسرع. مس رحاب كانت بتتكلم في الجزئيه ديت وبتقول ان انا بتابع مع ولي الامر علشان خاطر، يعني مش بس هنا في المدرسه، حتى لو في حاجه تانية انا بتابع مع ولي الامر علشان خاطر لو ظهر سلوك في البيت بالظبط. هنحسنه. بالظبط. فبالتالي هي الفكره كلها ان لازم نبقى ماشيين انتوا، او تبقوا ماشيين انتوا الاثنين كاخصائي وكولي الامر، لازم تكونوا ماشيين على نفس اللاين عشان نخلي الطالب دوت احسن. بالظبط. والنتيجه بتبقى اسرع. مهم. فكره مثلا ان لما بيبقى حصل مثلا خطأ او الطالب مثلا عمل غلط، ففي مثلا بتلاقي اب بيشد وام بترخي، لا احنا محتاجين، هو ده طبعا بيبقى مطلوب، بس هي الفكره ان احنا محتاجين لا بنعرفه الخطأ، مهم. بنعرفه الصح والغلط، بنعرفه ان انت وقتها هنا غلطت، فانا زعلان منك، فانا متضايق، انا كنت عايزك تعمل الاحسن. مهم. لما هما الاثنين بيتكلموا في النقطه دي، الولد بنفسه بيشوف ان انا مفيش اختلاف، مفيش مثلا
في بيقعد يفكر مع نفسه لا ده صح وده غلط، فانا ممكن وارد جدا اكون صح طالما ماما ما كلمتنيش، مهم. او طالما بابا ما كلمنيش في الجزئيه دي، فلا انا صح، انا ما عملتش حاجه غلط. والله يا جدعان احنا كنا شايفينكم في جانب وانتوا طلعتوا جانب تاني خالص يعني. والله انا بصراحه يعني كنت اتمنى ان في المدارس لما انا كنت فيها ان يكون عندي اخصائي فعلا يقدر ان هو يقومني ويقيمني ويخليني احسن ويخليني افضل. الاخصائي بتاع زمان مثلا احنا كنا عايزين نروح له، قول لنا ايه البوينت اللي عندنا علشان نشتغل عليه. بصراحه انا احنا افتكر كبرنا وبنشتغل على نفسنا يعني، انا فاهمني، انا من ما غير ما انا ما حد. افتكرش ان بصراحه في مره رحت الاخصائي او شفت الاخصائي اصلا، يعني كان الموضوع ما بيني وما بين التيتشرز وما بين المدير لو في حاجه ما صعبه. فيش ما اللي هو كانش فيه ما اخصائي فيش فعلا. الحته ما اللي في النص فيش. دي بتاعت الاخصائي اللي بيتابع، يعني ما افتكرش. ودوت مش تقليلا منهم. زمان ما كانش فيه اهتمام بالجانب النفسي والاجتماعي، ما كانش مثلا تلاقي مم. الاخصائي موجود في البريك، فانا شايف ان الولد بيتفاعل، الولد ده ما بيتفاعلش. الولد ممكن حد حساس جدا، ممكن موقف بسيط حصل فهو لا بياخد جنبه وبتاع، على الرغم ان هو مش مستاهل كده. مم. فلا ما كانش فيه القرب، وما فيش الملاحظه المباشره اللي احنا طول الوقت احنا قاعدين، درجه الفهم اللي ما بيننا وما بينهم، التقارب مثلا. ليه زميلنا مش بنجامل كده اولياء الامور او نجامل الطالب ونقعد نكتب ان هو ده احسن طالب في الدنيا ومعدي 7 قارات والولد ده جامد وكويس، فتبص تلاقي ان ولي الامر مبسوط منك قوي، مبسوط من المدرسه قوي، وحاسس ان الكوكب ده احسن بس كوكب والمكان ده احسن مكان. ليه ما نعملش كده ونخلص نفسنا طيب؟ في مثل كده بيتقال: يا بخت من بكاني ولا ضحكش الناس عليا. مهم. ده احنا، يعني ده تمام. احنا مع اولياء الامور. الفكره كلها انا ممكن هجاملك، ممكن هكدب عليك، ممكن اضحك عليك، ولي الامر هيبقى مبسوط، الولد هيبقى مرتاح، مش هيبقى فيه اي مشكله ممكن او اي سوء تفاهم يعني. مهم. بس المشكله هنا ان انا بخالف ضميري، مهم. انا اللي مش هبقى مبسوطه. ليه؟ لاني انا في الاول وفي الاخر بيبقى مصلحتي على الولد، انا عايزاه يطلع من المدرسه عندنا اي حد يتعامل معاه يبقى فيه توازن في التعامل، شايفين السلوك والنفسي في حاجه كده متوازنه، مهم. مفيش حاجه واضحه للناس، لا طالب واثق من نفسه، طالب بيعرف يتكلم، طالب في احسن صوره. يعني انا بشكركم النهارده، حلقه الكائن الشرير طلع مش شرير هو والله شرير يعني. وطيب في نفس الوقت انت يعني. يعني احنا النهارده كنا بنتكلم عن الكائن الشرير وقد إيه هو شرير، بس هو ما طلعش شرير. هو طلع حتى الشر اللي هو كان موجود واللي ظهر للناس هو ما هو الا شرير علشان خاطر مصلحه الطالب، زي الاب اللي بيعاقب ابنه علشان خاطر يخليه احسن. فشكرا جدا للاخصائيين النهارده، انتوا امتعتونا. شكرا امتعتونا لحضرتك والله واديتونا افاده ان قد ايه دوركم مهم، اديتونا افاده قد ايه ان انتوا لا مش بكون موجود في جانب وجانب تاني مش موجود، اديتونا افاده في فكره المتابعه، فكره الشادو، فكره الادميشن بيتم ازاي. فشكرا على كل لحظه قضيناها والله معاكم. العظيم، يعني شكرا ليك يا كابتن هشام ان انت سمحت لنا بالفرصه دي، الله ان يسعدك يا احنا اللي رب. نطلع ونقرب اكتر من اولياء الامور والطلاب، ويعرفوا احنا داخليا ايه اللي جوانا يعني. وده الفكره الهدف ما عندناش اي حقيقي. مصلحه، اي مهم. مصلحه خالص ان انا اطلع طالب مثلا مش حلو، او اني اميز ما بين طالب وطالب، لا خالص. مهم. يعني علشان خاطر كده احنا حتى ما بنجاملش. وده الهدف، ان احنا نكون قريبين للناس، قريبين ان احنا نوصل لهم المعلومه، نخليهم فاهمين ايه دور كل واحد في المدرسه، في المكان المفروض يكون دوره ايه، وده اللي احنا بنحاول نوصله، وان احنا نكون قريبين من اولياء الامور. وعلشان خاطر كده لو عندك اي سؤال اي استفسار اكتبه في الكومنت، عايز توصله للاخصائيين واحنا هنساله ليهم. والحاجه رقم 2، انا عايزك تجاوب على سؤال مهم جدا. يا ترى لو ابنك جاي بمشكله وجاي قال لك ان المشكله ديت عند الاخصائي وهو اللي عنده المشكله والاخصائي جاي عليا، وفي العكس الاخصائي جاي يقول لك خلي بالك ابنك عنده 1 2 3 4، يا ترى تصدق مين؟ يا ترى تاخد بكلام مين؟ ودي جزئيه مهمه جدا محتاج حضراتكم تجاوبوني عليها في الكومنت. شكرا جدا اليوم بتاع النهارده، واشوفكم ان شاء الله في بودكاست تاني. شكرا، السلام عليكم.